إن سيناريو احتلال العراق مرتبط بعرى وثيقة بمسألة تسليمي، وفي الحقيقة فقد بدأ الاحتلال مع التمشيط الذي استهدفني، والأمر عينه يسري على احتلال أفغانستان أيضا، أو بالأصح كان ذلك التمشيط الذي استهدفني أو أحد وأول خطوات المفتاح لتطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير. فكيفما أن شرارة الحرب العالمية الأولى اشتعلت مع قتل ولي النمسا على يد قوموي صربي متطرف، فإن ضربا من الحرب العالمية الثالثة كان قد ابتدأ مع التمشيط المستهدف إياي. أولا الخروج من سوريا. في شهر أيلول من عام 1998 أريد وضع حد نهائي لتموقع السيد أوجلان الاستراتيجي في الشرق الأوسط من خلال تلويح الدولة التركية بخطر الحرب على سوريا، حيث يقول القائد أوجلان في هذا الصدد: قد كان للموقع الاستراتيجي الذي تتحلى به تلك الساحة وأتميز به أنا دوره الأولي. تحية للحضور. إن أفضل شكل للحماية، وطالما نحن بصدد ما يحصل في الشرق الأوسط، لا بد من الوقوف عند موضوعة الحماية. أفضل شكل للحماية هو الوقاية، وقديما قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج. وبالعودة إلى مقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، نجد ما يؤكد على هذه الأولوية والأمن الدولي لجهة وجوب اتخاذ هيئة الأمم المتحدة بشكل دائم ومستمر. اتحاد المحامين إقليم الجزيرة. إن قضية القائد أوجلان هي أهم قضايا الشرق الأوسط، لأن ما تعرض له القائد أوجلان هو نتاج وخلاصة كل ما تعرض له الشرق الأوسط خلال قرون عديدة، فلا حل لأي قضية من قضايا الشرق الأوسط إلا بتحرير القائد أوجلان. عم تركز على مسألة ربط الحرية مع المفهوم البيئي للحياة، يعني وخاصة القضية الإيكولوجية في المجتمع هو من أهم القضايا اللي بينها القائد بمفهوم الإيكولوجي. مفهوم الإيكولوجي للحياة يختلف عن المفاهيم التالية. نظرة الإيكولوجيا للحياة عم يعطي للحياة وللتاريخ معنى، ودائما يسعى نحو غاية مثلى يحققها بعلم التكامل ما بين علوم الكون والطبيعة والمجتمع الإنساني من خلال عملية تطوير وتطهير دائمة ومتصاعدة.